شوف، لو انت فاكر ان اللي بيحصل دلوقتي مجرد ضرب صواريخ وخلاص، يبقى انت شايف نص الصورة بس. النهاردة مش انا اللي بقولك ان الوضع خطير، ده كلام من اكبر الصحف العالمية. لو شفنا CNN هنلاقيها قالت بشكل واضح ان المنطقة على حافة تصعيد غير مسبوق، وان اي خطأ بسيط ممكن يشعل مواجهة اوسع. طيب دي كان اخبارية، طبيعي تهول شوية. طيب لو شفنا الواشنطن بوست، قالت ايه؟ هنلاقيها ركزت على نقطة اخطر، قالت ان الصراع خرج من كونه ردود افعال وبقى استراتيجية طويلة المدى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش طرف ناوي يهدي قريب، كل طرف بيحضر لجولة اطول واقسى. طيب لو شفنا نيويورك تايمز اللي قالت ان الضربات الاخيرة اكتر دقة وتعقيد من اي وقت فات، وده معناه ايه؟ معناه اننا مش قدام حرب عشوائية، احنا قدام عقول بتخطط وبتجرب وبتطور. طيب لو عدينا على رويتر اللي دايما لغتها هادية بس خطيرة، قالت ان في تحركات عسكرية غير معلنة في المنطقة، وده اخطر نوع اخبار، لان اللي بيتقال قليل واللي مستخبي غالبا اكتر بكتير. طيب ذا تايمز ركزت على نقطة تانية خالص، قالت إن العالم داخل على مرحلة إعادة رسم توازن القوى في الشرق الأوسط. يعني ببساطة مش بس حرب، دي إعادة ترتيب المنطقة كلها. طيب لو رجعنا للصورة الكبيرة، إيه اللي بيحصل فعليا دلوقتي على أرض الواقع بين إيران وإسرائيل؟ شوف، إيران بتحاول تثبت إنها وصلت لمرحلة الردع، يعني لو ضربتني هرد عليك بشكل مؤلم، وإسرائيل بتحاول تكسر الفكرة ديت قبل ما تثبت. يعني المعركة الحقيقية مش صواريخ، المعركة مين يخوف التاني أكتر. طيب دور الولايات المتحدة فين؟ طبعا دور كبير وواضح، بس هنا بقى التعقيد الحقيقي. أمريكا مش عايزة حرب شاملة، لكن برضه مش هتسيب حليفها يقع، فبالتالي بتلعب أخطر لعبة، دعم بدون تورط مباشر. بس المشكلة إن النوع ده من اللعب سهل جدا إنه يخرج عن السيطرة. خليني أقول لك على أخطر نقطة كل الصحف اتفقت عليها بشكل غير مباشر، إننا داخلين مرحلة الغموض. مفيش معلومات كاملة، مفيش نوايا واضحة، مفيش خطوط حمراء ثابتة، وده معناه حاجة واحدة، إن أي قرار غلط ممكن يولع الدنيا كلها. طيب إيه السيناريوهات المتوقعة بناء على الأحداث السابقة؟ بناء على كل التحليلات دي كلها هنلاقي عندنا حوالي 3 سيناريوهات. أول واحد، استمرار الضربات المحدودة بين الطرفين، كل طرف يوجع التاني بس من غير ما يكسره. السيناريو التاني، توسع غير مباشر، يعني دخول أطراف جديدة بس من ورا الستار. السيناريو الثالث اللي هو تقدر نقول عليه الانفجار الكبير، ده يحصل لو في ضربة زادت عن الحد. بس خليني أختم معاك بحاجة أهم من كل التحليلات. أنت ممكن تكون شايف الموضوع بعيد عنك، لكن الحقيقة أي تصعيد هيأثر على كل حاجة في حياتك، الأسعار والبنزين والأكل والأمان، كلها مربوطة بالحاجات دي. وفي الآخر خليني أسألك السؤال اللي ممكن محدش بيجاوب عليه بشكل نهائي، هل العالم بيتجه لحرب، ولا الحرب بدأت فعلا بس لسه ما خدتش اسمها الرسمي؟ مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.